إحنا داخلين على العيد، وللأسف في الأعياد هتلاقي كل الأمهات بيقولوا لك أنت لازم تساعدنا وتساعدنا تشيل السجادة، وبدل ما تروح الgym يا أخويا تعالَ ساعدني وتعالَ نضّف معايا وتعالَ شيل السجادة وتعالَ شيل المرتبة وطلّعها برّه. كل الأمهات المصريات بيعملوا كده مع أولادهم. بس عايز أقول لِك حاجة يا ستّ الكل، تنضيف البيت ما يغنيش عن الgym. ده بالضبط الجملة اللي باقولها دايمًا للمرضى اللي بييجوا لي، باقول لها طَب أنتِ طبيعة حياتِك إيه؟ لا يا دكتور ده أنا دايمًا نشيطة وباتحرك وما باقعدش في البيت، ده أنا باقعد أروح وآجي، أروح وآجي. فكنت في الأول كنت فاكر فعلًا هي تقصد إنها بتعمل رياضة أو بتعمل تتحرك أو في نشاط وهكذا. وبعدين لمّا بدأت أسأل في تفصيل يعني إيه بتروحي وتيجي وأنتِ نشيطة والكلام ده، بتعملي إيه يعني في يومِك بادّيب أوي في الأسئلة، فالاقيها بتقول لي بانضّف البيت وباصحى الصبح باطبخ للولاد وباعمل فطار ليهم، باغدّيهم وباعشّيهم وبانضّف البيت 3 مرات في الأسبوع، والجمل اللي هي إيه تنضيف، 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 تنضيف. تنضيف البيت مش رياضة، تنضيف البيت لا يغني عن الgym. بُصّوا يا جماعة في قاعدة كده بتتقال دايمًا في الطب، وهو يعني مثلًا لمّا نيجي نخش إحنا الامتحان وما نلاقيش نفسنا عارفين المرض اللي إحنا يعني مثلًا مش عارفين نجاوب المرض، فييجي يقول لك عالج هذا المرض، وأنت مش عارف تكتب العلاج ومش فاكر العلاج أيًا كان يعني. فإحنا لازم دايمًا نكتب كده diet وexercise لحد بقى ما نفتكر إيه الأدوية المفروض ندّيها للمريض. فالdiet والexercise ده معنى في أي حاجة في أي مرض لازم نستخدمه. طب حلو، الdiet ماشي الناس عارفاه، وممكن يكون الناس مش عارفاه نتكلم عليه بعدين، ولكن الexercise يعني إيه exercise؟ أنا يا فندم لمّا آجي أقصد بexercise أنا أقصد منِّك تعملي كل يوم حركة مستمرة بانتظام ومع زيادة شدتها على الفترات متباعدة. يعني أنا مطلوب منِّك كل يوم تعملي كده ماشي، تعمليها 20 مرة تمام، بس بكرة لأ حطي لي حاجة مثقال هنا مثلًا والّا حاجة تحطيه في إيدِك وتعمليها 20 مرة، بقت خفيفة بالنسبة لِك وبتعمليها بسهولة خلاص نزوّد الحمل عليها، وهكذا، وهكذا، وهكذا. هي دي الرياضة، هي دي الرياضة المطلوبة اللي الدكتور بيقول لِك عليها. لمّا الدكتور مثلًا يقول لِك اتمشي كل يوم، فهتلاقي مثلًا بتقول لك خلاص ما أنا هاتمشى خلاص نُص ساعة، تمام. ما هو أنتِ بعد شهر حضرتك بعد شهر لمّا تيجي تتمشي كل يوم نُص ساعة هتلاقي نفسِك اتعودتِ على التمشية دي. ما ينفعش تقولي أنا هامشي نُص ساعة، لأ من كده إحنا ما عملناش حاجة. أنتِ جسمِك خلاص عمل adaptation ووصل لمرحلة إن هو بقى بيستحمل النُص ساعة. نزوّد بقى معلش هنزوّد لساعة، بعد شهر وصلنا ساعة وبقينا جامدين وممتازين خلاص نسرّع خطوتنا في الساعة. المهم كل فترة لازم تزوّد الحمل، تزوّد القوة بتاعة التمرين، لازم تشد على العضلة بتاعتك أكتر علشان تعرف تستفاد بالتمارين. ناس كتير جدًا بيستغربوا بيقولوا أنا بعد ما خسيت في خلال شهر واحد زدت وزن كتير جدًا، بغض النظر إنك بتزيد مَيّة والكلام ده كله اللي هم الناس كله بيقولوه، ولكن عايز أقول لك على حاجة، جسمك أنت عيّشته في مجاعة. لو أنت خسيت في فترة قصيرة جدًا جسمك أنت عيّشته في مجاعة، فلمّا تيجي تدخّل له أكل تاني بقى بكمية وافرة فهو جسمك متعوّد دايمًا على الغدر. هيقول إيه ده؟ إحنا كنا عايشين في مجاعة، يا جماعة ده هُم لقوا أكل، خزّنوا أكل، خزّنوا أكل، خزّنوا أكل، فيقعد يخزّن الأكل اللي أنت دخّلته، علشان هو مستني منّك الغدر أو مش مستني منّك الغدر، هو متأكد إنّك أنت هتخش تاني في صحرا قدّام وهنخش في مجاعة تاني، فإحنا لازم نحافظ على الأكل اللي إحنا بندخّله دلوقتي ونخزّنه كلّه علشان إحنا نادرًا لمّا ييجي لنا أكل ده تاني. فعشان كده في حاجة بيقول لك في حاجة اسمها إيه carb cycle اللي هو أنا هادّيك كمية أكل النهارده كتير جدًا وبُكرة أقلل الأكل، بعده أدّيك أكل كتير، بعده أدّيك أكل كتير، بعده أدّيك أكل كتير، بعد كده أحرمك، 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 بعد كده أدّيك أكل كتير وهكذا. أقعد ألعب مع الجسم عشان ما يشغّلش مُخّه ويخزّن أكل. المهم خلاصة الكلام يا ريت أي أم فاكرة نفسها لمّا تيجي تقول لابنها تعالَ يا حبيبي بدل ما تروح الgym تعالَ شيل معايا البطانية والّا تعالَ شيل معايا السجاد وشيل معايا المرتبة وشيل معايا البتاع بدل ما تروح الgym، دي جملة غير صحيحة يا ستّ الكل، دي جملة ما لهاش أي علاقة بالواقع، ما لهاش أي علاقة بالصحة، ما لهاش علاقة بأي حاجة. بالعكس ممكن البطانية والمرتبة والحاجات دي كلّها يكون فيها أتربة والّا بكتيريا والّا فطريات وتدخل في صدرها والّا في صدر ابنِك وتتعبه وتجيب له الأمراض